شكرا إلى الله. بالطرف الآخر نعم على مستوى الخط الدفاعي لاحظوا التقدم، لاحظوا التوغل، وهنا جاء التدخل. نعم هي واضحة كوضوح الشمس بالظهيرة. علي باسم الموسوي بنظراته إلى الخشبات الثلاثة، بنظراته إلى القياسات، يأخذ قياسات بأطراف عينه، يرسم الزوايا بعيونه. جاءت الصافرة، علي باسم وضعها. الله، وإن كان قريب من الالتقاط، ولكن الكلمة العليا لكرة علي باسم. خليك ضاحك شوية، لا تخرب علينا الجول. وصلت إلى الشباك وبالتالي ذهب إليها كوان. ماكنزي بنقلته ولكنها وصلت على مستوى خط الدفاع، لا زالت قائمة. ماكنزي يا فنان، واحد من أجمل تلك الأهداف. لاحظ وتابع، سأقول لكم إلى أين أخذنا ماكنزي. الله على كرته، راح من اليسرى جابها من اليمنى، قال له تعال منا نروح منا، وبعدها إلى الزاوية البعيدة. وأعلن ماكنزي عن لدينا كرة من الجانب الأيمن، محاولة التقدم نعم هنا عن طريق علي رضا بكرته، وبالتالي هذه كرة. الله، ذو الفقار يسجل بعد الكرة الماضية بذكريات أبيه. نعم هذا التوغل، هذا المرور، هذه العرضية الرائعة والرأسية التي اكتملت، والتلاعب الممتاز الذي كان من الطرف الأيمن عن طريق علي رضا حيدر، وضعها لذو الفقار على طبق من ذهب. وهكذا كرات لا يكذب بها خبر أبدا. وهنا الثلاثية العراقية في هذا اللقاء بكرة علي حيدر الرائعة من الطرف الأيمن، ووصلت إلى ذو الفقار. وبعد